بعد فترة حمل عسيرة دامت 7 أشهر، تمكنت السيدة جميلة مروان من وضع 4 توائم، 3 ذكور وأنثى، بعد رحلة استشفائية بين مستشفيات الدار البيضاء. حطت الرحالة بمستشفى بن رشد لتبدأ معاناة الأب بعد الولادة، بحثا عن حاضنات لأبنائه ال4 خارج أسوار مستشفى بن رشد، الأمر الذي لم يستسغه الأب. واش السبيطار كامل ما فيه لا قراعي، كنمشي نسول كيقول لي ما كاين لا قراعي لا حتى حاجه، اش غندير؟ كيقول لي شي ثمن خيالي، انا ما عنديش، انا راه ما عنديش، راه ماشي واش انا يا وليداتي ما يعيشوش، لا ما عنديش ما يعيش. 100,000 ريال في الليله كيقول لك باش غادي باش غيولي الواحد. بعد 6 ساعات نقل المواليد الجدد إلى مصحة خاصة بعد تدخل بعض أصدقاء الأب. عناية مركزة يحتاجها هؤلاء التوائم تصل إلى 4 أسابيع على الأقل. دابا ملي جاو خدينا لهم لي كونستون ديالهم، خاصهم التنفس الاصطناعي، خاصهم البرفيزيون ديالهم. دونك دابا الحمد لله في حاله مستقره، ونتمنى من الله يكون خير ان شاء الله. هي نظرة تحمل في طياتها فرحة الأبوة التي امتزجت في بدايتها بالخوف على حياة الأبناء التوائم ال4، وهم حصيلة أولية لزوجين في عقدهما الثاني.